بزاف ديال العائلات المغاربه اليوم ما عارفينش بناتهم فين كاينين. اليوم كيتصلوا بيا 150 بنت من القلب ديال السجن ديال الرياض، والتسجيلات الصوتيه من داخل السجن غندوزها لكم وغادي نترجع حتى المسؤولين. انا ما عمري طلبت من شي واحد يبارطاجي الفيديو ديالي، مي فريمون غنطلب منكم تبارطاجيو مع العائلات. بزاف ديال البنات هضروا معايا ما قادرينش يقولوا لوالديهم فين هما، مي غادي ضروري نوصل الرساله ديالهم. بزاف ديال المسؤولين اللي طلبتهم مني اتصلوا بيا، راه عندي عائلات ديال نوامرهم هنا في المغرب. غادي تسمعوا التسجيلات الصوتيه وعلاش معتقلين. الا قلت لي معتقلين على الفساد، راه غادي تسمعوا تسجيل صوتي مع واحد السيده عندها 54 عام ولا شي 73 عام، مخشيات هي مع وسط السجن. كاينين بنات ديال العيون، كاينين بنات ديال مكناس، كاين بنات قنيطره، كاين بنات سلا، كاين بنات الرباط، بنات اسفي، كاينين بزاف ديال البنات. قال لك هما داخلين في حمله اللي داز اللي لقاوه كيديو. كاينه بنت مشات غير ضايفه لتما واليوم راه في السجن، حتى والديها ما عارفينش فين كاينه. كاينين بزاف ديال البنات كيقولوا لي يا اخي اشرف بغينا نقولوا لك داكشي اللي كندوزوه، ولكن لاباري راه كتسجل. قالوا لي شي اشياء اللي انا ضراتني في خاطري. انا ما غاديش ندخل في اختصاصات ديال دوله اخرى ولا قانون ديال دوله اخرى. اللي غادي نطلب منه ان بعض المسؤولين السفاره راه كيتصلوا بهم ازيد من 6 شهور هذه ما كيجاوبوا حتى شي واحد. انا براسي واستغربت، قلت كيفاش هاد الناس هادو من وسط السجن في الرياض واصلهم النمره ديال اشرف بالمدن وما عندكمش النمره ديال المسؤولين المغاربه ولا السفاره المغربيه تما. قالوا لي بالحرف انهم ما كيجاوبوهمش. انا ما غاديش نطلب من ما يمكنش السفاره تدخل في القانون ديال دوله اخرى. هما انا سولتهم واش نتوما تما على الفساد، كيقول لك لا خويا اشرف، كاين بصح اللي على الفساد، كاين اللي كيحكموا عليه احكام طويل، ما كاين غير 12 عام 14 عام، ولكن المغربيات تما راه ما كيحكموا عليهم ما والو. تخشاو في السجن ازيد دابا من عام و6 شهور 9 شهور، ولكن ما حكموا عليهم حتى شي حاجه. كاين اللي قلت لك مشى غير ضايف عند ختو هزوه، كاين اللي غادي غير في الطريق لقاه وداه، كاين السيده عندها واحد اكثر من 70 سنه معاهم تما. غتسمعوا التسجيل الصوتي ديالها في هذا الفيديو نيت غندوزو لكم تسمعوا التسجيل الصوتي ديالها. كتقول لي ولدي اشرف انا ما عندي والو، ما انا فساد ما انا والو. انا جالسه مع شي ناس خدامه معاهم، الكفيل ديالها طلب منا شي اشياء ما قدرتش ديرهم. لا غد لي مشى ديكلارا بها وداها باسم ان بتهمه انها كدير ليه السحر والشعوذه في الدار. اليوم راه في السجن، ما كيهضروا معاهم ما كيتكلموا معاهم. بنات كيقولوا لي انهم داو لنا ذهبنا وداو لنا فلوسنا واليوم دخلونا السجن بلا حتى شي حاجه، ما عطيناش من تهمه. كنقولوا لهم غير شنو دايرين. هما ما كيطالبوا بوالو، قال لك حنا مستعدين نتحاكموا بداكشي اللي درنا، ولكن بلادنا بزاف ديال الجنسيات كيطرحلوا ولكن هما ما طرحلوش. انا غادي انا ما قدرتش نستوعب. ازيد من عدد من 5 ايام هما كيتصل بيا داك الرقم بزاف من داخل السجن. هذه اباراي ديال السجن كيعطيوهم المكالمات، كيهضروا معايا. صدفه جاوبتهم، ما كنتش ناوي نجاوب كاع على هذه المكالمه حيت ما عرفتش منين جايه. صدفه جاوبت، ملي جاوبت تألمت قسما بالله تألمت. شنو فينكم نتوما اللي كتهضري معايا دابا؟ عطيني منين. دابا كنعيط لك من سجن الرياض من السعوديه. من سجن الرياض؟ شحال من مغربيه في الحبس؟ شحال من مغربيه نتوما؟ كاينه شي 150 مغربيه دابا في السجن كلكم كاملين كاينين هنا في السجن. الصور كنبقاو عام دايرين شي مشكل كبير، كنبقاو عام بلا حكم. دابا انا 6 شهور بلا حكم، كل غير دايره شي حاجه جايه غير عند اختي. شدوا اختي والبنات وشدوني انا معاهم. البنات مبرئيني، يعني كاينين 3 الخواتات. كاينه واحد المراه كبيره في العمر غير كفيله داير فيها بلاغ حتى هي معانا هنايا. ما اتصلتوش بالسفاره؟ كاينه واحد البنت ثاني مغربيه محكومه ب 12 عام. 12 عام؟ علاش؟ غير علاش؟ الاسباب اللي دابا انتم على تلقاوها مع واحد السيد في الطوموبيل، جابوها لهنايا. داك السيد وقيله كيبيع ولا ما عرفت شنو، جابوها هنا عطاوها 12 سنه. بالنسبه لينا حنا ندوي على راسنا، حنا دايرين حتى شي حاجه. كيدخلوا عليك كيديو لك ذهبك، كيديو لك فلوس، كنبقى في حتى شي حاجه. بقاو فينا غير والدين اللي في المغرب. دابا انت شنو التهمه اللي دايرين لك؟ ما عرفتش شنو التهمه دايرين لك. دابا شنو التهمه اللي كيقولوا لكم انتم عليها في الحبس؟ شنو هي التهمه اللي كيقولوا لكم انكم شدودين عليها؟ انت اخويا انا كنت جالسه في داري، سمعت الباب كيتهرس الفوق، طلعت نشوف اختي اش واقع عندها. لقيت المباحث جابوني انا، داو لي ذهبي، داو لي فلوسي. انا ما دايره حتى حاجه، جابوني هنايا دابا الشهر. السفاره اتصلتوا بها؟ السفاره اتصلنا بهم ما كيجاوبوش. انا خويا طلعت غير نشوف من الباب كيتهرس الفوق، جابوني انا مع اختي جابوا مغربيه اخرى معانا وبا توفى. عرفتي واحد الحاله، والمشكله ما دايرين والو. فلوسنا مشى وذهبنا مشى، وحتى باش يحل التليفون كيهزوا لنا تصاورنا اللي مصورين في المغرب ولا مصورين تصاور قدامين. فهمتي؟ واش كلكم على الفساد؟ واش الفساد؟ وفي المغرب حنا ما دايرين والو، كوني دايرين حنا ما كان معامليننا واحد المعامله سيئه لداخل. انتم كاملين 150 مغربيه؟ شوف هاد المراه مسكينه ما كايناش من اخبارهم حتى حاجه. هضري يا خالتي قربي. السلام عليكم. قالوا لا شنو التهمه اللي داوك عليها انت؟ شنو التهمه اللي داوك عليها؟ انا جابوني هنا، الكفيل ديالي جابني لهنا، حيدوا لي التليفون، حيدوا لي الفلوس، حيدوا لي فلوس العام كامل. طيب واش قالوا لي ما واش المشكل مع الكفيل كيصيفطوا للحبس ولا ما فهمتش؟ راه كاين شي مشكل بيناتنا في الخط، ما عرفتش واش هذا رقم الفيكس ديال السجن اللي كتعيطوا لي منه ولا شنو هو؟ احنا
حنا خويا كنعيطوا لك ديري لنا لي زاباراي بحال تيلي بوتيك ديال كنهضروا معاكم منهم، يعني حنا هذا الشيء باش كنتواصلوا مع عائلاتنا. حنا دابا ما كيهمنا لا فلوس لا ذهب لا حتى شي حاجه، حنا بغينا نسفروا لبلادنا حيت عينا بزاف وحنايا الوحيد اللي ما كنسفروش. علاش؟ دابا ما تقولوش لكم حتى المحاكمه ديالكم وقتاش ما كدوزوا لا في المحكمه لا في والو، كتحطوا في الحبس وكيمشيو. كاين اللي جالسه 6 شهور 7 شهور، كاين اللي جالسه 9 شهور، حتى شي وحده ما كيقول لها حتى شي حاجه. كاين اللي باقا ما وصلتش محكمتها، كاين اللي كتجي محكمتها وكيهبطوها وكيقول لها لا تاجلات. ما كيوافقوش عليه بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج. حنا بغينا تجي يوصل باش نصفروا عند عائلتنا حيت حنا عيينا. دابا انتم في الحبس معكم جنسيات اخرى ولا غير المغربيات اللي كاينين في ديك جمعوكم لا كاينين جنسيات اخرين، الجنسيات الاخرين كيدابا 3 شهور شهرين وكيتسفروا الا حنايا حنا اللي كنبقاو 150 مغربيه. وملي كيتحكموا كاينين اللي محكومين كيبداو يتحكموا من 5 سنين عامين 10 سنين على والو. التهم ما يمكنش على والو، ما يمكنش على والو، غايقول لك القاضي على والو 5 سنين. شنو التهم اللي كيديروا مثلا اللي كيقولوا لكم؟ كاين اللي كتلقى عندها فساد ومخدرات كتعاطى كيعطوها 5 سنين. هادشي اللي هذه المراه اللي هضرت معايا دابا مراه كبيره، شنو غتكون مثلا هذه المراه كبيره؟ هذه المراه كبيره اللي هضرت معايا دابا شنو التهمه اللي غيكونوا دايرين لها؟ هذه مسكينه دايرين شنو دايرين التهمه اللي دايرين لها السحر والشهوه، وهي مسكينه حيت خدمت عندهم في الدار. مني جات طباخه، مني ما بغاتش تخدم ليهم الشيء الاخر، داروا ليها بانه كدير السحر والشهوه، وهي مسكينه مراه كبيره ومريضه. بلا دليل بلا والو بلا دليل بلا حتى شي حاجه، هما كيجيبوا لنا بلا دليل حتى شي حاجه. حنا ما كاين حتى شي دليل حتى شي حاجه، ما بقاوش معنا شي حد في الدار، لقاونا حنا البنات كيديروا لنا كامين وكيجيبونا. كيجي الدار كيدي كل شيء، يعني ما كيديش غير اللي داير، كيدي اللي داير واللي ما داير. والسفاره دابا واش ما كاين حتى شي اتصال بالسفاره؟ كتعيطوا تعيطوا وما كيجاوبكم حتى واحد، ما عمر جاوبكم السفاره؟ ما كيجاوبنا حتى شي واحد، كنعياو ونصوني ما كيجاوبنا حتى شي واحد ما كيجاوبنا بحال حنا حاسين براسنا اننا منسيين هنا، يعني بقيتي حتى 100 عام ما كاينش اللي غيسول فيك. وليك دابا وسط الحبس نمرتي انا في وسط الحبس السعوديه وصلاتكم ونمرتي مسؤول من السفاره ما غاتوصلكمش. السفاره ها هي ما كيجاوبوناش، لا حول ولا قوه. كانوا كيجاوبونا ما كيجاوبوناش. كي دايره الوضعيه ديالكم تما؟ كي دايره الوضعيه ديالكم؟ خويا ما اسرف ما نقدش انا نعاود لك شنو كيدوز علينا حيت هاد لاباراي كتسجل، ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، راه خاصك واش يعني بغينا بعد عندكم حراسه رجال في السجن؟ عيالات ولا معامله ما نقدر نقول لك والو، فهمتي؟ حيت احنا حاجه وحده اللي كنطلبوا هي انا حيت هاد لاباراي كيفاش كتنعسوا كيفاش كتباتوا كيفاش على الارض، يعني على الارض على عباياتنا، ما كاين حتى لا فريز لا مانطا لا حتى حاجه، على الارض. ودابا حنا 6 شهور باقيين بلا محكمه بلا حتى شي حاجه. شنو المطالب ديالكم دابا؟ شنو المطالب ديالكم باش توصلوا هو نسفروا السجن ماشي مشكل، يعني نهبطوا ندوزوا في بلادنا هانيه، المهم غير نهبطوا لبلادنا، اي حاجه غير نهبطوا لبلادنا. واخا شحال من مدينه انتم شنو من مدينه في المغرب؟ كل وحده من مدينه، كاين اللي من العيون، كاين اللي من قنيطره، كاين من اللال، كاين من اسفي، كاين من فلا، كل واحد كاين من مكناس، كل واحد كاين اكادير، يعني ما كاينش غير مدينه وحده ولا كاين بزاف. انا شي سجن شوف كيف ما تمشي انا غير انا بغيت غناخذ منك الارقام الهواتف عائلاتكم اخبارهم. عائلتنا تخبارهم انا بغيتي الرقم ما عنديش مشكل، انا غنعطيك الرقم ديال نحبس التسجيل باش نسجل المريض، نحبس التسجيل يعني كنتمنى شي تدخل عاجل لهاد الناس هادو. ما بيدي حيله كما قلت لهم، انا قلت لهم اللي نقدر ندير هو انني نمرر لهم هاد الرساله هادي. تفاجأت كيفاش توصلوا بنمرتي من داخل السجن، والله القسم يعني تفاجأت كيفاش زعما ما عرفتش، والله ما عرفتش. قالت لي انا السيد اللي عطاني نمرتك عطاه ليا من هنايا وقال لي انك انت زعما ما نحتاج كاع نشكر راسي ولا نقول داكشي اللي قالوا عليا، مي اللي نتمنى من الله ان بهذه البديله هذه انا هذه القناه راه كنقول لكم دائما القناه ديالكم ومنكم، يعني اي حاجه قاصكم قاصتني انا الدرويش وحنا كاملين دراوش، والله القسم الا ما بقيت عارف ما نقول. اول مره غنتبلوكا ما حرت، والله القسم الا حرت الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير. كنترجى المسؤولين المغاربه لو وزاره الخارجيه والمؤسسات ديالها تحرك وتشوف لنا ولو غير بلاغ نعرفوا شنو واقع لذوك البنات وشنو نقدروا ندار، نطمنوا والديهم، ما يبقاش هكا كنطمنوهم حتى هما واخا غير بزياره. راه 6 شهور ما كيتصلوا بالسفاره في المغرب وما كيجاوبوش وما كاينش الرد كاع، ما كاينش الرد، ما كاينش هذيك الو شكون معنا ولا هادشي اللي كيقولوا هما كيقول لك انا ما كاينش الرد نهائيا، ما كيجاوبنا حتى شي واحد. كنتمنى من الله عز وجل تكون شي بديله خير، نعرفوا شنو واقع لبناتنا تما، راه في جميع الحالات كيبقاو بناتنا.